تعالى لي بقى كده، قرب لي بالكاميرا كده يا سمير بقى، عشان في اتنين كده عايز اتكلمهم كلمتين في ودنهم صغيرين كده على الاخر يعني. بص يا ريس، بص يا زميل يا فاضل، بص يا استاذ، لما تطالبني ان انا ما اجيبش سيره النادي بتاعك، لما تطالبني انا ان انا ما اجيبش سيره النادي بتاعك، وانا قلت لك على 15 يوم فاتوا هات خبر انا قلته في نفس الجمله، مش الخبر اللي بعده اللي انت بتطالبني ان انا ما اجيبش سيره النادي بتاعك، الخبر اللي بعده بتقول محمد يوسف الكل في الكل في الجهاز. هو انت ودانك مش بتسمع اللي بيقوله بقك او اللي بيقوله لسانك؟ ودانك ما بتسمعش اللي بيقوله لسانك؟ ولا حد تاني هو اللي بيقول؟ ما هو مش ممكن يكون منك اتنين، انت وان بيس بس. البشريه ما تشيلش اتنين ابدا ابدا، البشريه لا يمكن تشيل اتنين بده ابدا. الحاجه الاخيره، انا كل ما حد يبعت لي حاجه ليك والله العظيم ثلاثه بيجي لي امل كبير جدا ان كل حاجه رغم ضعف الامكانيات والقدرات ممكن تطلع على الاعلام وتكلم الناس. ثانيا، ايه موضوع الاخوانه اللي انتوا داخلين فيها؟ انت عارف اخواني يعني بيكره الشعب المصري مثلا او بيكره الجيش المصري؟ انت عارف الجيش المصري يعني ايه؟ عارف اي عربي مش مصري عربي بالنسبه له الجيش المصري ايه؟ اي واحد عربي مش مصري الاصل عربي بالنسبه له الجيش المصري قد ايه؟ او يمثل له ايه؟ الجيش المصري انت دارسه اساسا؟ يعني بتقرا تاريخ ليه؟ يعني تسمع عن حد اسمه تحتمس الثالث ورمسيس الثاني، وتسمع عن قطز والجيش المصري، وتسمع عن العين جالوت وحطين، تعرف تواريخهم؟ تعرف الجيش المصري عمل ايه ساعتها؟ تعرف حطين سنه كام اساسا؟ لو كنت بتقرا غير المواقع الرياضيه، لو بتقرا حاجه غير المواقع الرياضيه، تعرف معركه حطين دي 1183 كانت بين ومين اساسا؟ ولا عين جالوت 1260 كانت بين ومين؟ 583 هجريه و558 هجريه المعركتين. تعرف محمد علي مسك مصر امتى ومين اللي بعده؟ تعرف ابراهيم باشا قبل اسماعيل باشا او الخديوي اسماعيل او عباس الخديوي عباس ولا الخديوي يعني سعيد؟ ولا تعرف مين ترتيبهم اساسا؟ تعرف مين الرموز في القياده المصريه العسكريه؟ تعرف مين؟ بتتكلم يعني انت عايز تقول ايه؟ عايز تقول ان انا ضد الجيش المصري مثلا؟ عايز تأخون الدنيا كده؟ عايز تقول ان انا اخواني بالشكل اللي انت يعني عشان تبعدني عن طريق مثلا وتفهم نفسك وتفهم الناس ان انا ضد جيشي بلدي؟ يا سيدي انا ما بقولكش كمصري، انا بقول لك كعربي. الجيش المصري هي البوابه الكبيره لكل العرب، مش لمصر بس، مش لمصر بس. اتحداك لو قلت لي ورتبت لي محمد علي لحد دلوقتي حكام مصر، او اتحداك لو قلت لي ورتبت لي من 1900 لحد دلوقتي حكام مصر، او اتحداك لو قلت لي اخر 7 8 حروب للجيش المصري مثلا، او اتحداك لو قلت لي الجيش المصري عمل ايه. انت عايز تهرب. ما هو الضعيف دايما كده، لما تيجي تواجهه في ملعب ياخدك في حته تاني خالص. حرامي، مرتشي، نصاب، مش عارف ايه، اخواني، اي حته. انا موافق على الطريقه اللي العبك بيها، موافق، بس خليها رياضيه، خليها تنافسيه، خليها كوره. كلمني كوره، اتكلم معايا كوره، ما تتكلمش معايا حاجه تانيه خالص. فخلينا كوره، وانت عارف كتير قوي ان الكوره صعبه عليك، فما تاخدش في حته تانيه. وانا اديتك شويه امثله جاوبها. تعالى للكابتن التاني بقى، ده الكابتن التاني، تعالى لي بس يا سمير كده، تعالى لي. الكابتن اللي بيتكلم على النجاح والفشل، كابتن اللي بيتكلم على النجاح والفشل. لو انت عندك او في دماغك او في اللي اتعلمته اللي يبقى عنده 26 بطوله، 11 دوري و7 بطولات افريقيه وسوبر محلي وسوبر وعربي وبطولات عربيه وكاس مصر، 26 بطوله، ده يبقى فاشل؟ طب انا يا عم هعرف منك، اديني مفهوم النجاح، اديني مفهوم النجاح. تمام، اديني مفهوم النجاح. النجاح يا ابني، خلي الناس تفهمك اللي انا هقوله ده. النجاح ده في الحياه عند البني ادمين، النجاح في الحياه متعدد. في نجاح تعليمي، في نجاح مهني، في نجاح في الحياه عامه. يعني ممكن واحد
في التعليم ما يبقاش موفق، لكن في حياته الخاصه والعمليه ناجح جدا. والعكس صحيح، واحد ناجح جدا 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 في الحياه العمليه ومش ناجح في الحياه التعليميه. انت بقى بتتكلم عن النجاح والفشل. انت بعد الاعداديه ايه النجاح اللي عملته على المستوى التعليمي؟ طب بذمتك واحنا عارفين بعض كويس قوي قوي، بذمتك نجحت في الدور الاول في المرحله الابتدائيه كم مره؟ يعني في اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي وثالثه ابتدائي ورابعه ابتدائي وخمسه ابتدائي وسته ابتدائي اللي ممكن يكون لغوها عشانك. نجحت من الدور الاول كم مره؟ كم مره نجحت من الدور الاول؟ طب ده في التعليم. في الرياضه انجازاتك الكرويه ايه؟ غير المربع الذهبي. يا راجل ده انت البطوله الوحيده اللي خدتها في الدوري لما كنت بتلعب عندنا. اي اقناع زائف تضعه على وجهك. انت فاهم؟ احنا بنرد في الوقت اللي عايزين نرد، وبنشتغل في كل الاوقات. ومش هقول لكم لو عدتم عدنا، احنا مش فاضيين. بس الحاجه الوحيده اللي هنتاكد عليها وهنتكلم فيها دايما هو تاريخنا. وهو حد يقول لكم ان نادي الزمالك ده يعني فوق راسنا من فوق من فوق من فوق من فوق، فوق راسنا من فوق من فوق من فوق. هو حد يقول لكم ان احنا لا قدر الله بنشكك في انجازاته ولا بطولاته ولا تاريخه ولا ابدا ابدا ابدا. بس لما حد يجي يتكلم عندنا ما تزعلوش وما تتقمصوش. ما تتقمص، ما تتكلمش على التعصب. الله يخليك، يا الله يخليك ما تتكلمش على التعصب. ده انت من يوم ما طلعت على الشاشه يا راجل بتجيب سيره الاهلي اكتر ما بتجيب سيره عيالك. اتقي الله في الكلمات. خلي حد يسجل لك الحلقات بتاعتك. كم مره بتجيب سيره لعيبه ومن هنا ومن هنا ورمي بالكلام ان هنا في ضرب وهنا ومش عارف ايه وخناقات ومجلس اداره ايه ومحاكم ايه وغلطات اداريه ومحاسبيه وما اعرفش. احنا ما بنعملش كده. قناه نادي اهو، ما بنجيبش سيره حد، ما نتكلمش مع حد. كل اللي احنا عايزين نعمله نحافظ على تاريخنا، نحافظ على تاريخنا. لكن لو بنتكلم عن النجاح والفشل يا كابتن يا كبير، تمام، مش ممكن انجازك الكروي كله يتمثل في كروس عملته جا جون في الاهلي. وحتى لما كنت بتلعب في مباراه يعني كبيره جدا، لما جبت جون كانت النتيجه 2-0، مش عارف تقف من الفرحه مع انها كانت بتبقى 2-1. للاسف الواحد في بعض الاوقات لازم يتكلم بالشكل ده. في بعض الاوقات، مش في كل الاوقات. مش ممكن ابدا، مش ممكن هعيش بالسبعينات والثمانينات وكل الالسنه دي حواليك. مش ممكن ابدا. احنا هنرد في الوقت اللي احنا عايزين نرد، وبالطريقه اللي اتعلمناها وتربينا عليها. وامانه لما نقابل وجه كريم وناس حملتنا امانه نعرف نرد ونقول لهم ايه عملنا ايه. على الاقل اللي جاي بتاع ربنا بنشتغل عليه، لكن اللي فات لازم نحافظ عليه. عشان كده بقول للجميع اعمل بقى حلقات، اعمل مداخلات، اعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي يديك اللي يمليه عليه ضميرك، اعمل اللي انت عايزه. هنرد في الوقت اللي احنا عايزين نرد. الاهلي والترجي